بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض الخيار المخلل في الازايز بطريقه سهله وبسيطه، ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا يا حبايبي نشوف هنعمله ازاي. معانا 2 كيلو خيار، هنقيه صغير على قد ما تقدري تنقيه صغير، ونقطع الحته اللي فوق ديت وما نخرموش عشان يعيش معاكي. هنقطعه كله الحته اللي فوق، ونحط عليه قرنين فلفل مقطعين، هنحط عليه معلقه هريسه، نقلبه. وطبعا الهريسه دي كنا عاملينها قبل كده، هبقى انزل لكم الفيديو في صندوق الوصف. الخيار في الازايز دي مش هنحطها في برطمانات، جربوها هيطلع تحفه ان شاء الله. هنعبيه واحده واحده. لو هتعمليه في برطمان يفضل ان يكون في برطمان ازاز عشان الازاز يبقى حلو في التخزين. وبعد ما عبينا الكميه كلها واللي فات حطيناه في البرطمان الصغير ده، هنجيب رتل ميه وهنحط عليه 4 معالق ملح ومعلقه سكر وندوبه كويس، لان السكر ماده حافظه هتخلي الخيار على طول يقرمش. هنحط فص توم على كل ازازه، فص توم واحد، وهنحط على كل ازازه ربع كوبايه خل، هنغطيه نفتح عليه بعد يومين. وبعد يومين هنفتح على الخيار، بسم الله ما شاء الله جميل، وهنفضيه بقى في طبق عشان نحطه في العلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضيه واحدة واحدة. بصوا الخيار جميل ازاي وبيقرمش وحلو قوي. وهنعبي الخيار في علبة نحطه في التلاجة عشان يفضل مقرمش لغاية اخر واحدة. لما يخلص تروحي فاتحة الازازة التانية. خلصنا الكمية كلها وحطيناها في العلبة، هنحط لها حبة خل ونكملها بالمية بتاعت الخيار. وهنغطي العلبة ونحفظها في التلاجة. بالهنا والشفا. طبعا انتوا بتسألوا انا ليه خللت الخيار في الازايز، لان المخلل في الازايز بيفضل وقت كبير من غير ما يطرى، وطول ما هو في الازازة وتيجي تفضيه تلاقيه ناشف زي ما هو، انما في البرطمان اسبوع والتاني وتبص تلاقيه طري.